السلام عليكم. المقادير ديال هذه البسبوسه، عندي نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر حبيبات، نص كاس ديال اللبن، كاس ديال عصير الليمون، واحد جوج خمارات حمرين، واحد الفاني، رشه ديال الملح. ضربت الخليط مزيان، من بعد ضفت ليه واحد جوج كيسان ديال السميده الرقيقه، وواحد نص كاس ديال الكوك، وواحد نص كاس ديال الدقيق. خلطت الخليط مزيان وضفتو في مول اللي كنكون دهنه بشويه ديال الزبده ولا الزيت، ورشيته بالسميده والكوك، ودخلته الفران حتى كيطيب من الفوق ومن التحت. ومن بعد البنات كندير فيه واحد التقيبات، وكنسقيه اما بعصير الليمون، اما انا عندي هنايا ضفت واحد السيرون، ضفت لي واحد جوج معالق ديال السكر حبيبات، وواحد الفاني، وواحد نص حامضه. غليتهم مزيان وسقيت بهم هاد البسبوسه كتكون اما هي سخونه والسيرون بارد، او العكس، السيرون كيكون سخون والبسبوسه بارده باش ما تعجل لكم. انا البنات راني بالنسبه للحشو راني درت ليها البنان كيجي فيها زوين، ضفت ليها واحد 3 البنانات قطعتهم ولا سقيتوها البنات. حاولوا تكوها بواحد الفرشيط ولا واحد القطيب باش تدخل معاها السخوه مزيان، وخلوها البنات تتشرب مزيان. ومن بعد كترشوها اما بشويه ديال الكوك ولا شويه ديال الكاوكاو، والتزيين كيبقى اختياري. وكتجي البنات صدقوني كديروها في الفم ديالكم كتذوب، وديك النسمه ديال الكوك مع الفاني، وممكن تضيفوا حتى قشور الليمون او لا قشور الحامض، ولا واحد الرشه ديال المزهر في هذا السيروم اللي تسقوا به، حتى هو راه كيجي واحد النسمه وواحد الرائحه ما شاء الله. ونتمنى تجربوها، راه سهله، ماشي صعيبه واقتصاديه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.